قطاع غزة ابتكر شاب فلسطيني طريقة لتوليد الكهرباء بواسطة بطاريات السيارات القديمة. المشروع ساهم في تزويد 50 منزلا وشارعا عاما بالكهرباء في ظل انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة بسبب الحصار الإسرائيلي. التفاصيل مع النعمة ماء العينين. هذا ليس محلا لشحن البطاريات المستعملة، إنه مشروع خيري لمحطة توليد الكهرباء. حسان سعد شاب فلسطيني يصارع ظلام غزة، اهتدى لابتكار بسيط من خلال استغلاله للبطاريات القديمة وشحنها لتساهم في إضاءة عشرات المساكن بمصابيح صغيرة تعمل بالتيار المباشر. أهمية الابتكار تكمن في توفيره للإنارة خلال ساعات انقطاع الكهرباء عن الأهالي، متحديا الواقع المظلم بحي الشجاعية في مدينة غزة. هذا المشروع يقدم النور الخيري لهذا الحي، ونقوم بتقديم الإضاءة فترة انقطاع التيار الكهربائي للمنازل 8 ساعات. يستعين كثير من أهالي غزة بالطاقة التي يوفرها سعد، رغم أنها لا تفيد إلا لتشغيل مصابيح صغيرة في المنازل والمتاجر والأزقة، وما أن تشتعل بعد تزويدها بالطاقة الكهربائية المبتكرة حتى يعم الفرح نفوس الغزاويين الغارقة في ظلام دامس، كبارا وصغارا داخل البيوت كما بخارجها. بالإضافة لكل هذا، يساعد هذا الابتكار طلبة المدارس في مراجعة دروسهم عند انقطاع التيار كحال التلميذ علي. أروح المغرب من المدرسة بتكون أيام الكهرباء قاطعة وبضوينا الليدات وإحنا بنقعد نقرأ عليها والحمد لله. أديسون اخترع المصباح فأنار البشرية، وحسان سعد ينير بابتكاره حي الشجاعية. مأساة انقطاع التيار الكهربائي أزمة من الأزمات التي يعانيها الفلسطينيون في قطاع غزة بسبب شح الوقود، لكن مع إرادة الشباب الفلسطيني كحسان كل شيء ممكن، وكما يقال الحاجة أم الاختراع.